ازيكم يا ابطال؟ انا مس بسمله من قناه افهمها صح، والنهارده معانا الدرس الثاني في الوحده الثانيه، تحليل ثلاثيه الحدود. الدرس ده من اكتر الدروس اللي ممكن يلخبط ناس كتير، بس ما تقلقوش، مع بعض هنفهمه كويس ونفهم ازاي نحله بخطوات بسيطه وسهله. والاهم ان في افكار بتيجي زي ما هي في الامتحان، يعني اللي هتتفرج عليه النهارده هيفرق معاك 180 درجه. فخليكم معايا للاخر عشان في الاخر هنحل امثله مهمه جدا ممكن تنقذكم في الامتحان. ويلا بينا نبدا على طول. تعالى نشرح على المثال البسيط زي ده. بيديك معادله اكس تربيع زائد 6 اكس زائد التمانية، ويقول لك حلل لي المعادله ديت. طب نعمل ايه؟ بما ان هي هنا اكس تربيع، فانا اول حاجه هفتح قوسين. طبعا لو اكس تكعيب يبقى ليها طريقه تانية، هنا هنحط اكس وهنا هنحط اكس. طب الارقام بنجيبها منين؟ بنشوف اخر رقم ده، التمانية دي كام في كام؟ هتقولي 8 في 1. جميل. طب مش لاقي حاجه تانية؟ تقولي الاربعة في 2. هقول لك برافو عليك. طب انا اختار دي ولا ديت؟ هقول لك بما ان هنا ده زائد، فانا عايزه مجموعهم يطلع الرقم اللي في النص ده، فاحنا هنختار الاربعة في الاتنين، علشان 4 زائد الاتنين هيديني الستة. طب الاشارات هختارها منين؟ قالك هنا الاشارة اللي هي في الاخر مجموعها زائد، يبقى هي القوسين لا اما هما الاتنين زائد لا اما هما الاتنين ناقص. طب انا هختار على اي اساس؟ قالك على اساس الاشارة اللي في النص، لو هي زائد يبقى هما الاتنين زائد، لو هي ناقص يبقى هما الاتنين ناقص. تعال نشوف المثال اللي بعده. المرة دي اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص التمانية. طب دي نحلها ازاي؟ اول حاجه هنا اكس تربيع، نفتح قوسين، هنحط هنا اكس وهنا اكس. طب بعد كده نشوف الرقم الاخير ده كام في كام؟ لسه قايلين 8 في 1 و4 في الاتنين. سامعاك وانت بتقولي احنا هنحط 4 في 2 على طول؟ لا، كل سؤال بيختلف عن اللي قبله. هنا المره دي الاشاره ناقص، يعني انا عايزه حاجه مطروحها يديني الرقم اللي في النص ده. يا سبحان الله، المره دي طلعت برده 4 في 2، لان 4 ناقص الاتنين هتديني الاتنين. يا احط هنا الاربعه واحط هنا الاتنين. طب الاشارات هنا المره دي الاشاره ايه؟ سالب. يبقى بيقول لك لما الاشاره بتكون سالب، اختلاف الاشارات، يعني قوس هنا هيبقى مره زائد وقوس هنا مره ناقص، على حسب بقى. طب على حسب ايه؟ قال لك الكبير هياخد اشاره اللي في النص. الاشاره اللي في النص ايه؟ زائد. من الكبير؟ الاربعه، يبقى هنا زائد، يبقى التاني على طول ناقص. يبقى عندك لما بتبقى الاتنين زائد بناخد لا اما الاتنين زائد ولا اما اتنين ناقص. مين اللي بيحدد لي الكلام ده؟ على حسب اللي في النص. طب لو الاشاره هنا ناقص، واحده بتبقى زائد وواحده بتبقى ناقص، الكبير بياخد اشاره اللي في النص والتاني العكس على طول. يلا بينا نثبت بقى المعلومه بحلنا كام مثال زي ده. اول سؤال بيقول لي اكس تربيع زائد الخمسة اكس زائد الستة. اول حاجه ده ايه؟ مقدار ثلاثي بسيط، لان معامل الاكس تربيع عندي بواحد، فاحنا نعمل ايه؟ هنفتح قوسين، الاكس تربيع اكس واكس. نروح لفين؟ لاخر رقم. الستة دي كام في كام؟ 2 في 3 وبرده 6 في 1. مين يحدد لي اختار انهي؟ هنا ايه؟ زائد، يبقى انا عايز حاجه مجموعهم يديني الخمسة. طبعا هيبقى الاتنين في التلاتة، لان 2 زائد التلاتة تديني الخمسة. الاشاره الاخيره ايه عندك؟ زائد. وانا قلت لك لما الاشاره تبقى زائد لا اما الاتنين، لا اما القوسين يبقوا زائد لا اما القوسين يبقوا ناقص. مين بيحدد لي حاجه زي دي؟ اشاره اللي في النص. بما ان اشاره اللي في النص زائد، يبقى هما الاتنين زائد. ده لو مفيش حاجه، ولسه كمان لما نحل كتير هتبقى اسهل. سؤال رقم 2 نفس الكلام، مقدار ثلاثي بسيط، لان ايه؟ معامل الاكس تربيع بواحد، يبقى هفتح قوسين، هنا اكس وهنا اكس. ده دي 6، هي نفس السؤال ده، ما هتبقى 2 في 3 وهتبقى 6 في 1. استنى، وايه؟ زائد، يعني مجموعهم يبقى 5، يبقى هنا الاتنين وهنا التلاتة. قلنا الاشاره الاخيره زائد، لا اما القوسين ناقص لا اما القوسين زائد. مين يحدد لي حاجه زي دي؟ اشاره اللي في النص. هو ده الاختلاف ما بين السؤال اللي فات، هنا ناقص يبقى هنا ناقص وهنا ناقص. سؤال 3 بيقول لي اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص الست. جميل. اول حاجه ده ايه؟ مقدار ثلاثي بسيط، يبقى هنعمل ايه؟ قوسين وهنا اكس وهنا اكس. نركز المره دي لان في اختلاف. الستة دي ايه؟ 6 في 1 و2 في 3. بس استنى، هنا اشارتها ايه؟ طرح، يبقى انا عايز الفرق ما بين الرقمين اللي هضربهم في بعض يديني 5. يبقى عندنا الستة في الواحد. اشمعنى؟ لان 6 ناقص الواحد يديني الخمسة. طب والاشاره في النص، انا قلت لك لما الاشاره في النص ايه اللي يحصل؟ واحده من القوس ده هتبقى زائد والتانية هتبقى ناقص. على اي اساس هختار؟ قال لك الكبير هياخد اشاره اللي في النص اللي هي الزائد. الستة هي الكبيره، تبقى هي اللي هتاخد الزائد، والواحد هياخد العكس اللي هو الطرح. سؤال 4 اكس تربيع ناقص 5 اكس ناقص الستة. اول حاجه هي مقدار ثلاثي بسيط، افتح القوسين، هنا اكس وهنا اكس. عايزين الستة دي كام في كام يكون مطروحهم يديني
يديني الخمسة، الستة في الواحد، لان 6 ناقص الواحد يديني الخمسة. طب والاشارات احنا قلنا لما تبقى سالب يبقى ايه؟ هنا واحدة زائد وواحدة ناقص، الكبير بياخد اشارة اللي في النص، اللي في النص اشارته سالب، يبقى هنا سالب والعكس على طول التاني. يبقى تعالوا بقى نعمل مراجعة سريعة كده على اللي احنا لسه قايلينه ده. قالك اول حاجة بنعمل ايه؟ بنروح نشوف اخر رقم ده اشارته ايه، لو هي موجب يبقى العلامتين شبه بعض. يعني ايه العلامتين شبه بعض؟ يعني لا اما الاتنين موجب لا اما الاتنين سالب. طب انا العلامة دي بتتحدد على اي اساس؟ قالك على اساس العدد اللي في النص. يعني أنا لو العدد في النص دوت موجب يبقى الاتنين موجب، لو في السالب يبقى الاتنين سالب. طب لو اخر رقم خالص كان سالب اصلا يبقى العلامتين مختلفتين، الكبير بياخد علامة اللي في النص. يعني ايه الكبير اللي بياخد علامة اللي في النص؟ يعني انا لو عندي 6 في 1 الستة هتاخد اشارة اللي في النص، والواحد طبعا العكس. ندخل في مثال 2. اول سؤال بيقول لي اكس تربيع زائد 48 ناقص 14 اكس. ما تقلقش، هو بس السؤال محتاج شوية ترتيب، بس انت وانت بترتب السؤال خلي بالك انك بتاخد الرقم باشارته. يعني اول حاجة تبقى الاكس تربيع، بعد كده سالب 14 اكس موجب 48. ده مقدار ثلاثي بسيط لان هنا ايه؟ واحد. طب بنحله ازاي؟ هنفتح قوسين، هنا الاكس وهنا الاكس. 48 دي كام في كام؟ هتقولي طب وانا هعرف منين بقى؟ انا حافظ كل جدول الضرب ده، انا بتلخبط اساسا في جدول الضرب بتاع الاربعه. هقول لك استنى، انت مفيش حل للحوار ده غير حاجه واحده بس، هو انك تحل كتير. الحاجات دي هتقابلك كتير فانت تعرف تحلها، لازم تحل كتير جدا علشان تعرف على طول الحاجات ديت. يبقى 48 ديت ايه؟ 3 في 16 وكمان 6 في 8 وكمان الاتنين في 24. طب انا هختار انهي فيهم؟ هنا ايه؟ زائد، يبقى انا عايزه حاجه منهم مجموعها يبقى 14، فتطلع لي 6 في 8 لان 6 زائد 8 ب 14. طب الاشاره هنا ايه؟ زائد، يبقى لا اما الاتنين زائد لا اما الاتنين ناقص. مين يحدد حاجه زي ديت؟ الاشاره اللي في النص، بما ان هي ناقص يبقى هنا ناقص وهنا ناقص. ندخل في السؤال التاني بيقول لك اكس تربيع زائد اكس واي ناقص 20 واي تربيع. ايه الواي دي؟ انا معاك وانت شغال قلقان من الواي قوي. اعتبر الاول حاجه كده اهو الواي مش معانا، اعتبرها مش موجوده في السؤال وحل عادي. اول حاجه هي ايه؟ مقدار ثلاثي بسيط. هنعمل ايه؟ هنفتح قوسين، هنا اكس وهنا اكس. جميل. ال20 ديت كام في كام؟ 20 في 1 او 4 في 5. طب انا عايز ايه؟ انا عايز فرق ما بينهم يكون بيساوي الواحد، بس طبعا الواحد ما بيتكتبش. يبقى ايه؟ هتطلع 4 في 5 عشان 4 ناقص 5 اصلا 5 ناقص 4 تطلع لي بالواحد. طب والاشاره نعملها ايه؟ واحده المفروض تبقى بالموجب وواحده تبقى بالسالب. يبقى عندي الكبير هياخد اشاره اللي في النص اللي هي بالموجب، يبقى هنا زائد وهنا ناقص. طب الواي احنا سايبينها كده ليه؟ هنحط بس واي هنا وهنحط واي هنا، يبقى لما يجيب لك الواي دي هنحطها بس هنا، هو بس كده مفيش اي حاجه تاني ليها. ندخل بقى في سؤال رقم 3 وركز معايا فيه. المرة دي مديك 3A أس 3 زائد 9A أس 2 ناقص 120A. طب من أول ما تبص كده على السؤال مش حاسس إن في حاجات مشتركة؟ محتاجين ناخد عامل مشترك. ده هنا 3 و9 و120، يعني ده أنا ممكن آخد 3 عامل مشترك لأن 9 فيها 3 وال120 فيها 40، يعني ممكن ناخد 3 عامل مشترك. دي أول حاجة. طب أنا مش ينفع كمان آخد حاجة من الA دي عامل مشترك؟ هنا ايه تكعيب ايه تربيع ايه، يعني انا ممكن كمان اخد ايه عامل مشترك. يبقى انا هاخد 3 ايه عامل مشترك، يبقى هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى عندي ايه تربيع من اول حاجه خالص، ما انا هاخد التلاتة وهاخد ايه، هيتبقى لي ايه تربيع زائد 3 ايه ناقص 40 والايه طبعا التحت. طب نعمل ايه بعد كده؟ تعالى نحل عادي بقى. انا هناخد التلاتة ايه لوحدها هنا وتعالى نحلل دوت. هيبقى نفتح قوسين لان مقدار ثلاثي بسيط، هنا ايه وهنا ايه. طب ال40 دي كام في كام؟ هتبقى 8 في 5 لان احنا عايزين حاجه تكون الفرق ما بينها تطلع لي 3، يبقى 8 ناقص 5 ب3. جميل. طب والاشارات هتبقى مختلفه، الكبير هياخد اشاره اللي في النص اللي هي الزائد، يبقى هنا زائد والتاني هيبقى العكس على طول، هيبقى نقط. ندخل بقى في سؤال رقم 4. المرة دي بقى العكس، بدل ما هنفك ده احنا هنجمع. مديك ام وفاتح قوس ام زائد 3 ناقص 18. تعالى نضرب الام ديت جوه القوس كله، هتبقى ام في ام بام تربيع وام في 3 زائد 3 ام ناقص 18. تعالى بقى نحل السؤال عادي. هنعمل ايه؟ هنفتح قوسين، هنا ام
وهنا ام. ال 18 ديت هتبقى كام في كام؟ هتبقى 3 في الستة، لان انا عايز الفرق ما بينهم يكون 3. جميل. وبعد كده هناخد الاشارة بالناقص، يبقى الكبير هياخد اشارة اللي في النص اللي هي الزائد، يبقى الستة هتاخد الزائد والتاني هيبقى العكس. ندخل في سؤال رقم 5. الصراحة الأمثلة دي تحفة، يعني كل سؤال بفكرة مختلفة. سؤال رقم 5 هتقولي ده بادئة بإكس أس 4 ومفيش كمان، مش هقدر اخد عامل مشترك، طب أعمل ايه؟ هقولك استنى، سهلة بسيطة جدا. هنفتح قوسين برضو عادي جدا، طول ما هي مقدار ثلاثي بسيط فاحنا هنفتح القوسين بتوعنا. طب الإكس أس 4 دي أنا كانت بتجيلي ايه؟ إكس تربيع، فكنت بخليها إكس وإكس. طب إكس أس 4 أعمل فيها ايه؟ خليها يا باشا إكس تربيع وإكس تربيع عادي يعني. طب وبعد كده عندي ال10 دي كام في كام؟ هتبقى 5 في 2، ادي ال5 وادي ال2. في هنا واي وهنا واي تربيع، قلنا بنعمل ايه؟ بنحطها هنا واي وهنا الواي. طب الاشارات، عندي الاشاره سالب، يبقى الكبير هياخد اشاره اللي في النص اللي هي ايه؟ السالب، يبقى هنا سالب والتاني هياخد العكس. بس كده مفيش اي حاجة. ندخل في سؤال رقم 6. عندنا مديك قوسين. اول حاجة اول ما اشوف القوسين دول تعالى ندخلهم مع بعض، نضربهم في بعض. نضربهم في بعض ازاي؟ هنقول اول حاجة الاول في الاول باكس تربيع، اكس في اكس باكس تربيع، وبعد كده الاخير في الاخير 2 في 3 ب6، وواي في واي بواي تربيع. الاتنين البعيدة عن بعض تعالى نضربهم، يعني هتبقى الاكس في 3 واي بايه؟ ب3 اكس. 3 اكس واي حطها على جنب كده، والاتنين القريبين عن بعض الاتنين واي في الاكس، فهتبقى 2 اكس واي. حلو. اجمع لي بقى ده زائد ده، الاتنين زائد التلاتة ب5، وطبعا قيمتهم بزائد، يبقى 5 اكس واي، يبقى دي القيمة اللي في النص، ودي زائد برضه ناقص اللي هو اصلا مديني في السؤال ال 42 واي تربيع. تعالى بقى نظبطها، عندي هنا واي تربيع وهنا واي تربيع، تعالى نظبط الليلة دي. هتبقى اكس تربيع زائد ال5 اكس واي، روح حط لي على الآلة 6 ناقص ال 42، هتطلع لك ناقص عندنا برضو ال 36 واي تربيع. تعالى بقى نبدأ نحل السؤال عادي جدا. نفتح القوسين بتوعنا، وهنا اكس وهنا اكس. عندك ال 36 دي هتبقى كام في كام؟ 4 في 9، لان احنا عايزين يكون الفرق ما بينهم 5. جميل. وهنا ايه؟ في واي وهنا برضو في واي. طب والاشارات، هنا ناقص يبقى الكبير هياخد اشارة اللي في النص اللي هي الزائد، يبقى هنا زائد وهنا ناقص. ندخل في مثال 3. سؤال جديد بفكرة جديدة وبتيجي كتير في الاختر. بيجي يقولك اوجد قيم ب الصحيحة التي تجعل كل مما ياتي قابل للتحليل. نركز ان هو قال لي اوجد قيم ب، يعني هو مش عايز قيمه واحده، هو عايز جميع قيم ب. اول سؤال بيقول لي اكس تربيع زائد بي اكس زائد ال10. اول حاجه انا كنت ازاي بجيب قيمه بي دي؟ كنت بنعمل بيها ايه يعني؟ انا كان عندي السؤال لما بيبقى اكس تربيع زائد البي اكس زائد ال10 دي كنت بشوفها كام في كام، وبعد كده اجي اشوف الاشاره اللي هنا كانت بتبقى زائد، فتبقى مجموعهم اللي يديني بيه. طب ال10 دي كام في كام؟ 1 في 10. بس ركز معايا، 1 في 10 جميل ب10، بس احنا محتاجين نركز ان انا محتاجة اخدها بالموجب وبالسالب، لان هو عايز جميع القيم. يعني مرة كمان هتبقى -1 في السالب 10، هتديني ايه؟ سالب وسالب يبقى برضو موجب، بتديني برضو 10. حلو. و2 في ال5 وسالب 2 في -5، ودول برضو بيدوني 10. جميل. طب بعد كده انا ازاي برضو اجيب البي؟ طب ما البي دي هو مجموعهم، مجموع ايه؟ مجموع ال1 زائد ال10، مجموع -1 زائد -10، ده يديني كام؟ 1 زائد 10 ب10، -1 زائد -10 يديني -11، و2 زائد ال5 يديني 7، وسالب 2 زائد -5 تديني -7. يبقى قيم ب 10 -11 7 وسالب 7. ندخل في السؤال التاني. بيقول لي اكس تربيع زائد البي تربيع ثانية زائد البي اكس ناقص ال8. جميل. بقولوا لي صحيح القلم الازرق احسن ولا الاحمر بتشوفوا بيه كويس يعني؟ تعالى برضو نشوف بقى. اول حاجة بنعملها نشوف ال8 دي كام في كام، وناخدها بجميع اشاراتها لانه عايز جميع القيم. 1 في 8. جميل. ب8 وكمان ايه؟ -1 في -8 تطلع لي برضو ب8. و2 في ال4 وسالب 2 في -4. المرة دي الاشارة هنا سالب، يبقى انا عايزة الفرق ما بينهم هو اللي يديني بيه، يبقى عايز ايه؟ ال8 ناقص ال1 والسالب 8
ناقص السالب 1، وكمان 4 ناقص 2 والسالب 4 ناقص السالب 2، دول كلهم يطلعوا لي بيساوي كام؟ اول واحد هيطلع لي 8 ناقص 1 ب7، والتانية سالب 7 وال2 والسالب 2، يبقى قيم ب7 وسالب 7 و2 وسالب 2. وبكده يا ابطال نكون وقفنا عند الجزء دوت اللي هو المقدار الثلاثي الغير بسيط، وده ان شاء الله هنكمله بالتفصيل في الفيديو الجاي. فلو عايز تتابعوا باقي الشرح وتستفيدوا اكتر ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك للفيديو علشان يوصلكوا كل جديد. استنوني في الجزء الجاي لان في امثلة مهمة جدا هتساعدكم تفهموا الدرس بشكل اعمق. مع السلامة وبالتوفيق دايما يا ابطال.